اول مره اشوف بيريز بيفشل في صفقه لاعب كره قدم، ده اللي ناس كتير يا ابو الكباتن بتقوله بعد صفقه اللاعب الفرنسي. والكلام هنا على اللاعب لين يورو بعد ما خطفوا مانشستر يونايتد من بق الاسد بيريز. وده هيودينا لسؤال مهم جدا، هل فشل بيريز في صفقه لين يورو؟ هجاوبك انا. اكد الصحفي الايطالي الموثوق فابريزيو رومانو ان مانشستر يونايتد حسم صفقه التعاقد مع لين يورو لاعب ليل الفرنسي. صحيفه الاثليتيك كمان وضحت ان قيمه انتقال لين يورو الى اليونايتد هي 62 مليون يورو. واحفظ المبلغ ده ابو الكباتن علشان هنحتاجه كمان شويه. ال 62 مليون يورو دول مبلغ ثابت زائد 8 مليون اضافات، 52 مليون باوند زائد 6.5 مليون باوند اضافات، وعد لمده 5 سنين زائد سنه اضافيه. طب حلو، نرجع بقى لسؤالنا، هل بيريز فشل في صفقه لين يورو ولا لا؟ انا وانت ابو الكباتن عارفين ان بيريز دماغه متكلفه وعارف كويس جدا هو بيعمل ايه، يعني مش هيروح يرمي فلوسه كده وخلاص. عرض ريال مدريد لليل الفرنسي كان 25 مليون يورو. انت متخيل الفرق بين ال 25 مليون يورو وال 62 مليون يورو؟ القصه باختصار ابو الكباتن ان بيريز قال لك هو ده سعر المدافع، والله ما ادفع يورو زياده، لانه كان اخد كلمه من اللاعب انه هيجي مجانا الموسم اللي جاي. يوم يجي مانشستر يونايتد يقوم ضاغط على ليل الفرنسي وعلى اللاعب ويدفع ال 62 مليون يورو. بيريز قال لك شيل يا معلم. طب هل اللاعب يساوي المبلغ ده؟ حاليا لا. طب هل بيريز فشل في صفقه لين يورو؟ برضه لا، لانه زي ما قلت لك مش هيرمي فلوسه وخلاص. اكيد يا ابو الكباتن انت فهمتني دلوقتي. فالسؤال دلوقتي ليك انت يا ابو الكباتن، هل هينجح لين يورو في مانشستر يونايتد؟